عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا حلوين وبخير. وحشتوني، بقالي يومين ما نزلتش فيديوز خالص. عايزه اقول لكم ان انا كنت يعني قاعده كده مع ماما وبتاع، وبعدين لقيت كام صوره من صور فرح مامتي، فاللي هو ايه ده؟ ماما انتي كان شكلك حلو قوي. مش عارفه، بقالي كده كام يوم حاسه ان انا عايزه اعمل لوك من لوكات بتاعه زمان، او بتاعه هي مامتي تقريبا مخطوبه تسعينات تمانينات، المفروض ان هي مامتي مخطوبه التمانينات. ف الميك اب كان حلو، كان بدائي جدا. اللي كانت عامله لماما الميك اب مش كوافيره اصلا، دي جارتها. فاللي هو حسيت ان انا عايزه اعمله هو تاني، يعني عايزه اعمله تاني، بس بقى على معدل، على مظبوط، على دمجه افضل، على يعني على حاجات كتير. هم طبعا كان الامكانيات عندهم ساعتها ضايعه جدا. ف مش عارفه، كان شكل ماما عاجبني، واللي هو اتمنيت ان انا يبقى شكلي حلو كده شبه برنسس ديزني كده بالمنظر ده. فلو عايزين تعيشوا معايا اللحظه ديت، او تجربوا معايا التجربه دي، او نستعيد، كل واحده فينا تستعيد ذكريات فرح او خطوبه مامتها، كملي معايا الفيديو. بس انزلي حالا اعملي لايك لو عجبك الفكره، او بعد ما تخلصي الفيديو لو عجبك، يعني انزلي اعملي لايك واعملي اشتراك في القناه لو انتي مش عندي. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه، العدسه اللي انا لابساها دي هي مش فاقعه كده ومش باينه قوي كده زي ما هي باينه في الاضاءه. انا بعلي الاضاءه عشان الدنيا عندي ضلمه. فهي لونها هادي، عارفين هدوء البيكسي جرين بتاعت لاريف، هاديه، اخضر هادي ومريحه. يعني حاسه حتى ان هي طبقتها خفيفه قوي، مش تقيله على عيني، مش حاسه بيها قوي في عينيا، عجباني قوي. ولونها كمان عاجبني وجديد عليا. انا مش عارفه اسمها ايه، بس هي من سيلر اسمها ايه عبد الرحمن. هنزلك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. بمناسبه بقى ان احنا النهارده هنعمل ميك اب مامتي، فهندمج مع الفيديو سندريلا. هرش وشي كله بالسبراي بتاع اسنس. السبراي ده فظيع، ولو لقيتيه في اي حته هاتيه. اوكي، بيعمل ايه؟ بيشتغل كبرايمر للبشره، يعني بيرطبها جدا، وبيهيئها للميك اب اللي جاي وراها. وكمان بعد الميك اب خالص بيحسن جدا جدا من شكل الميك اب. هستخدم البرايمر بتاع NYX ده. انتوا طبعا ده عارفين بالنسبه لنا كلنا ايه، مش كلنا يعني، انا وميار. انا جربته مره عند ميار، كنت بحفى عليه حرفيا، وعرفت ان هو 390 او حاجه كده، قلت هجيبه برضو. بيفلتر المسام، بيخليها قمر، وهتحسوا ان انا هنا بقت لوني روز اصلا. هرطب وشي طبعا بسانت ايفز. لو سمحتي قلبك يوم. وهرطب تحت عيني بجل العيون بتاع اوليف. انا بحب ريحته، انا مش عارفه دي ريحه زيت ايه اللي بتعمل الريحه دي. انا ليه برطب تحت عيني؟ علشان الكونسيلر ما يخططش وما يبقاش شكله ناشف كده ومرمل. ادي شويه كده وشي فرصه يشرب كميه المرطبات والبرايمر اللي احنا حاطينها، علشان نتيجه الفاونديشن تطلع تمام. هستخدم جل الحواجب بتاع توب فيس درجه رقم 4 شوكليت. ده انا مش عارفه بصراحه هو بيتباع فين تاني، بس هو انا جايباه من سيلر اسمها فيرو في القاهره تقريبا.
حلو كده. التيب ده مش زي السوليتيب اللي احنا بنشتريه من المكتبه، ده اسمه تيب ميت بتاع اللوح، بيبقى ناشف شويه وما بيطلعش بالشعر. هاخد الباليت دي وهاخد منها لون ده مثلا، لون كافيه كده، وبحركات دائريه باخد اللون من بره كده على جوه، مجرد بس ان انا بحدد الكسره بتاعتي. دلوقتي بقى انا هبدأ احتاج اللون البني شوية. انا هاخد لون بني وبعدين لون اسود كده بقى، ايه بالراحة كده. اخد بالي اني ادمج بالراحة عشان مش عايزة خطوط. بصوا، انا باخد اللون البني، اخدت اللون البني وشلت الزيادات وانا ايدي خفيفة جدا بدمج اطرافه من هنا. انا مش عايزة اشوف للون البني اي خط، عايزة اقولكم ان انا ايدي خفيفة. اللون الاسود ما بيتحطش خبط لزق كده، اللون الاسود لازم يبقى بعد الوان كتير عشان يسهل دمجه. لو حطيتي اللون الاسود بالذات مره واحده كده، اعرفي ان انت تقعدي 4 ايام تدمجي. متهيالي جاء الوقت ان احنا نستخدم اللون الاسود. هاخد الكحل ده بتاع روز بيري، طبعا هنا انتوا فاهمين ان انا مسكت فرشة مبططة شعرها ناشف وبحاول ان انا ادمج اطراف الكحل ده واموهه اكتر، وبعد ما هدمجه واموهه هعيد عليه باي شادو اسود برضو علشان اللون الاسود يتقل ويثبت كمان معايا ما يسحش تحت عيني. هاخد لون اسود قوي شويه من الباليت بتاعه افروديت، وبمشيه بفرشه رفيعه جدا على الكحل الاسود اللي انا اخدته.
حلو. ماما كمان كانت حاطه فوق عينيها لون ذهبي اصفر قوي كده، فانا لقيت في باليت افروديت لون ذهبي مصفر. دلوقتي بقى انا محتاجه جليتر ذهبي مصفر، فانا ممكن استخدم اللون ده او اللون ده مش عارف، من الباليت بتاعه بيوتي كرييشنز. عايزه حاجه بس كده ايه تدي التاتش الاصفر. ماما زمان كانت بتحب اللون الاصفر جدا على عينيها، اللون الاصفر والذهبي كانت بتحبهم قوي. وهستخدم الرموش دي لسه جايباها من باربي ستور. الباكيتات دي بتكون الكواليتي بتاعتها حلوه جدا جدا، وفي نفس الوقت سعرها يمكن 110 كلها، فانا هستخدمها، حاسه انها عاجباني. نرجع بقى للبشره، هستخدم الفاونديشن بتاع ويت ان وايلد، برضو لسه جايباه من آية عبد الرحمن. هوزعها الاول بالفرشه بتاعه عهود. الفاونديشن ده كلمة عظيم قليلة عليه والله، شكله ثباته شكله في التصوير. وهستخدم الكونتور الكريمي بتاع شاو، درجته رقم 2. وهستخدم الكونسيلر بتاع كاتريس درجة رقم 20. هستخدم الباليت بتاعت الروج دي بتاعت نايت سينما ك بلاشر كريمي. بصوا بالفرشه دي، انا بحب الفرشه دي قوي. هاخد مثلا اللون الفوشيا ده،
هثبت وشي كله ببودرة كوتي إرسبن. اتعلمي برضو حاجة، ان اللوز باودر مش كفاية. الكومباكت باودر لا تقل اهمية نهائي عن اللوز باودر. اللوز باودر وظيفتها ان احنا بنثبت بيها وشنا، لكن ما بنثبتش الفاونديشن ببودرة مضغوطة ابدا. لكن البودرة المضغوطة بتكون بتغطية عالية، بنحطها بعد ما بنخلص تثبيت خالص علشان تدينا تغطية اعلى للوش بالكامل. انتوا دايما بتنزلوا في الجروبات يا جماعه ازاي اوصل للشكل ده، ازاي اوصل لشكل البشره دي بتاعه العرايس دي. اللي بيعمل كده اللوز باودر، الكومباكت باودر، هو اللي بيدي شكل الفوتوشوب قوي بتاع البشره ده. لو انت عايزه حاجه استخدام شخصي، بتاعه فيت مي جميله، بتاعه جوسي بيوتي جميله. انا النهارده هستخدم بيير رينيه، بحب رقم 3 وبستخدمها كمان في شغل، يعني هي حلوه قوي، وهي اصلا سعرها مش غالي، يعني هي تقريبا ب 235 جنيه من روبي مدكور. انا بحبها جدا لدرجة ان انا طلبت منها كمان درجة تانية رقم 5، بس للأسف درجة رقم 5 على روز، لكن درجة 3 على بيج او اصفر شوية. لكن طبعا للشغل عندك بتاع ده ميك اب فوريفر، وعندك ماك. جيت هنا بقى عند جوانب عيني هنا وهنا، حطيت ده بواقي، انا ما حطيتش اي حاجه زياده، دي بواقي اللون الاسود اللي في الفرشه البنسل الصغنونه دي. هستخدم برضو البرونزر ده بتاع بينكي لوكس. انتوا المره اللي فاتت كنتوا بتسالوني انا جايباه منين، انا جايباه من الجروب بتاع اليجنس باي عفاف او اليجنت باي عفاف. هحط لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. وطبعا انتوا عارفين وظيفه البرونزر، البرونزر بيرجع الدفى والحيويه للبشره جدا. ده انت لو حطيتي البرونزر على بشرتك بس من غير حاجه هيبين البشره اكنها فيها نضاره حلوه قوي كده. مامتي كانت حاطه بلاشر باين جدا، فانا هستخدم البلاشر ده بتاع الف. الباليت دي لو اقول لكم بعشقها ازاي، يعني بصوا انا كسرتها ومش هين عليا ارميها ولا يعني ولا اركنها حتى، انا مكسراها ولسه محتفظه بيها من كتر ما بحبها. طب بحبها ليه؟ البيجمنت بتاعها خطير وثباتها خطير، 2 3 4، يعني يوضع سره في اضعف خلق والله. هي سعرها كام؟ 200 وحاجه، 4 الوان. هستخدم المحدد الاحمر بتاع ام ان. الروج الاحمر بقى النهارده هستخدمه من كاركتر رقم 5.
طبعا ماما ما كانش عندها هايلايتر بس احنا عندنا، يبقى نحط. ده كان اللوك بتاعي النهارده. فرحانه وحاسه ان انا كده شايفه نفسي في مامتي جدا زمان، مش عارفه ليه، ففرحانه وشكله عاجبني جدا. متهيالي انا لا، في فرحي مش هعمل كده خالص. يعني في فرحي انا ما اعملش الالوان دي، ما بقاش مبهرجه قوي واوفر قوي كده. حاسه ان انا عايزه اسمر شويه، اعمل كده اللوكات التاني الجديده دي، يا رب تليق عليا. بفكر كده مره اجرب كده اللوكات دي عليا ونشوف كده هتليق عليا ولا لا. وتساعدوني كده اذا كانت لا مبهتاني لا مش عارفه ايه كده يعني. لو عجبكم اللوك ده وعايزيني كمان اعمل لوك بتاع ماما، اللوك بقى بتاع ماما بتاع الزفاف كان مختلف بقى خالص يعني. كان توتالي هو مختلف. فلو عايزيني كمان اعمل اللوك بتاع ماما بتاع الزفاف قولولي تحت في الكومنتس، وقولولي كده انتوا عندكم استعداد تعملوا لوك زي ده في فرحكم ولا لا. و ايه تاني مش عارفه. اعملي لايك لو عجبك الفيديو، وشير لو برضو عجبك الفيديو عشان الفيوز بتاعته تبقى عاليه.